ترد وترجع تاني، حلوه نقلوها بسرعه. منقول على طول وادي التسديده، اوه جول جول. ياتي القرار بصاروخ تغدويني، عدنان تغدويني نازل مخصوص يجيب الجول وكأنه بيكافئ بن فيربيك على التبديل. قلت لحضراتكم لعيب كويس ونازل عشان يعمل الزيادة الهجومية كما يجب، لأن هم اللعيبة كويسين موجودين لكن مفيش الهجمات بالمعنى. خرج ياسين قاسمي ونزل تغدويني عشان يسجل نجم فيتاس أرنهايم الهولندي، ومعاها طبعا فرحة كبيرة في المدرجات عند الدقيقة 59. البديل عدنان تغدويني صاروخ يغالط بيه الحارس سيد أحمد معزوزي ويسجل الهدف الأول للمغرب. شوفوا حضراتكم ادي البداية بره، ده شوف من بعيد، هو القرار من بعيد بند. عملت البند في مكان صعب جدا يا معزوزي، عملت البند فين؟ على حدود الستة من مسافة قريبة، ما يقدرش معاها مع سرعة الكرة الجابولاني في الأساس اللي لازم اللعيب يكون متحضر ليها كويس جدا والحارس خصوصا، وتروح الكرة